من كام يوم كملت 28 سنة و4 سنين جواز، وعندها بنت صغيرة سنها سنتين، ومن سنة بس جالها كانسر. وكل اللي خططوا ليه ما حصلش، واللي كانوا بيتوقعوه لحياتهم حصل عكسه تماماً. رحلت يسر مجدي فرج، والكل حزين عليها حتى اللي ما يعرفهاش. ومن كلام جوزها ودعمه طول الوقت كانوا بيدعوا لها بالشفاء، وللأسف بقوا يدعوا لها بالرحمة. مين هي يسر محاربة الكانسر؟ وإزاي كانت صابرة ومتحملة وقدرت تنجح في حياتها وشغلها؟ مفيش دوا جاي بنتيجة، ومفيش دكتور عارف يفيدنا، ومفيش مستشفى قادرة تلحقها. يسر محتاجة الدعاء إنها تعدي الفترة دي والكام يوم دول على خير، علشان هي تعبانة جدا. دي آخر كلمات كتبها جوزها عمر أشرف، ونشر بوست بصورة ليهم سوا، وضحكتها جميلة وابتسامتها مريحة ووشها بشوش جدا، وطلب من الناس يدعوا لها ربنا يشفيها عشان هي تعبت أكتر من الأول. وحكى عن موقف حصل هما في المستشفى، وقال الممرض بيقول لي ماما شكلها تعبان قوي النهارده. بقول له ماما مين؟ قال لي الحاجة، ما انا ركبت لها محاليل قبل كده. الحاجة دي قصده بيها يسر حبيبتي الجميلة، اللي بقى عندها 28 سنة من كام يوم. يسر اللي عندها 28 سنة متشخصة بكانسر الرئة، وانتشر في جسمها، وحالتها كانت اتدهورت. وزي ما كملت يسر من كام يوم 28 سنة، ولكن بسبب تعبها ملامحها اتغيرت، لكن من جواها كانت كلها حب للحياة وصبر، وكانت بتمارس حياتها بشكل طبيعي زي أي زوجة وأم. يسر جالها الكانسر من سنة، وكانت بتتحسن وحياتها ماشية بفضل دعم جوزها ليها. وقال عمر: زمان تخيلت حياتي في المستقبل كتير جدا، ورسمت سيناريوهات وتوقعات بالهبل، لكن عمري ما توقعت إن حياتنا توصل للنقطة دي. عمري ما تخيلت إن صاحبتي وأقرب حد لقلبي يجيلها كانسر في الرئة، وبعدين يروح على العظم، وأخيرا في الغدد. وإن يسر الجميلة الرقيقة مطلوب منها تحارب وتقاوم لوحدها، وإني واقف عاجز بشوف مراتي بتتألم وأنا لا حول ليا ولا قوة. كانسر وكيماوي وإشاعات وأدوية ومسميات ومصطلحات كنت بقرا واسمع عنها من بعيد بس، وعمري ما توقعت إني استخدمها بشكل يومي تقريبا. ومع كل ده يسر بتقاوم وتتعايش في عز تعبها، بتهتم بيا وبالبيت وبأي حد يحتاج لها. وفي عز ما جسمها بيوجعها كانت بتحاول تعمل الماجستير بتاعها وتكمل فيه وعاوزة تخلصه. وفي عز ما بتكون مش قادرة على دوشة وصوت بتهتم بنيلي وبتلعب معاها، وما بترضاش تخليني أمشيها من البيت. وجنب كل ده يسر مبدعة وشاطرة قوي في شغلها، وشغالة في شركات كبيرة ومع عملاء تقال جدا، وبترجع من جلسات الكيماوي تشتغل قبل ما جسمها يخونها. وكمان في أكتر وقت رئتها كانت ضعيفة فيه ومش بتعرف تاخد نفسها كويس، مسكت ستارت اب في وقت صعب جدا، وعدت بكل المشاكل من غير خبرة ولا مساعدة من حد، وقدرت تحقق المطلوب منها وزيادة كمان. علشان كده يسرى أكتر شخص شاطر ومبهر وجميل ممكن تقابله في حياتك، وهفضل فخور إني زوج البنوتة العظيمة دي، وإنها أكبر ملهم ليا في حياتي. وإن شاء الله عيد جوازنا الجاي تكون اتغلبت على الكانسر ورجعت لي تاني. لكن للأسف أمر ربنا نفذ ورحلت يسر. عمر كان دايما بيوصف يسر إنها أحسن شخص دخل حياته، وبنته نيلي أجمل ما في الحياة حرفيا. وأعلن عمر عن رحيلها وكتب عن ميعاد الجنازة وتفاصيل العزاء. ربنا يصبره ويعينه على تربية بنته. الكل حزين على رحيلها، وكتير كانوا متابعين حالة يسر من فترة وبيدعوا لها ربنا يصبر جوزها وكل حبايبها، ويرحمها ويعوضها عن شبابها وفترة تعبها دي في الجنة. ادعوا لها بالرحمة، وادعوا لأهلها بالصبر. وما تنسوش تدعوا لكل محاربي الكانسر وكل الأمراض في كل مكان.